مواقف محرجة جدا حصلت في حفل جويا وورد بالسعودية، صورتها الكاميرات وخلت الفنانين مكسوفين جدا. مش هتصدقوا اللي حصل مع مي عمر وياسمين صبري وكمان كريم عبد العزيز. أول موقف حصل مع الفنانة ريهام عبد الغفور، واللي عملت لقاء مع قناة تلفزيونية، بس الصدمة إنها صورتها من غير فلتر وبينت كل تجاعيد وشها. ريهام اتضايقت جدا، وخصوصا بعد ما الناس اتريقت عليها، وردت ريهام على الناس دي وكتبت ارحمونا شوية، كلامكم صعب جدا. وعلى فكرة نفس الموقف حصل مع ياسمين صبري، والناس قالت شكلها من غير فلتر عادية، بس ياسمين ما ردتش على كل اللي اتقال. تالت موقف بقى حصل مع كريم عبد العزيز، وده بعد ما ساب مراته مخصوص عشان يسلم على عمرو دياب، بس للأسف الهضبة سلم عليه بطريقة وحشة جدا وكسفه جامد قدام مراته والكاميرات. اما بقى رابع موقف فحصل مع مي عمر، وده لما المصورين طلبوا منها انها تتصور مع اخت جوزها ريم سامي، بس